ازيكم؟ بحضر حشوة البرياني. النهارده هناكل برياني بالفراخ، أكلة إنما في منتهى الجمال. لو عايزين بقى تعرفوا أنا حاطة إيه في الحشوة وإيه اللي في الطبق اللي جنبي ده وإيه اللي في الكزرونة اللي على النار دي، يبقى تعالوا اتفرجوا على الوصفة عشان تعرفوا كل أسرار وتكات البرياني بالفراخ. أكلة في منتهى الجمال بصحيح. خلينا نبتدي الأول بتتبيلة الفراخ. عندنا بصلتين كبار مفرومين ناعم، هحطهم في طبق كبير، هحط عليهم بقى طبعا ملح، وهحط عليهم فلفل، وهحط عليهم بهارات فراخ، وهحط كمان كركم، وهحط كاري، وشوية بابريكا كمان. دي التتبيلة دي أنا هقلبها في بعض كويس قوي 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 قوي، وهنقع فيها الفراخ. عايزين تزودوا على البصلة دي معلقتين من الزبادي عشان الفراخ تبقى أطرى وأحلى، مفيش مشكلة. بس أنا في تتبيلة البصل دي لما بسيبها وقت كويس الفراخ بتتنكه وتبقى حلوة جدا جدا، وطالما فرخة صغيرة كمان أنا ما بتعبش فيها قوي. أحب قوي أتبل الفراخ قبلها بوقت من اليوم السابق كمان، يعني بجيب الفرخة واغسلها واظبطها واتبلها واسيبها في التلاجة، كده بيأثر عليا وقت الشغل. هغطيها دلوقتي وهسيبها في التلاجة، وتعالوا بقى نشوف تاني يوم هنشتغل فيها ازاي. حلة فيها سمنة، وهحط فيها شوية من الحبهان المطحون وفصين من المستكة الأول، وهبتدي دلوقتي أحمر الفراخ. بحب أحطها الأول على الوش اللي فيه جلد الأول، وما اقلبهاش الا لما اتاكد انه اتحمر كويس وبقى لونه حلو، ساعتها ابتدي اقلبها. جميل. هاجي بقى دلوقتي كمان احط كل البصل بتاع التتبيله، هحطه وابتدي اقلبه في وسط الفراخ كده اهو، اتاكد بس ان هو يتشوح مع الفراخ من الناحيه التانيه، بس كده بمنتهى البساطه. وهاجي بقى دلوقتي وهحط هنا ميه سخنه. جميل. في ناس بتحب تحط مرقه سخنه مع الفراخ، طب ما هي الفراخ هتنزل مرقه، يعني خلاص ميه سخنه كفايه قوي قوي، بس لازم تكون سخنه. هسيبها بقى دلوقتي تستوي براحتها. في الوقت ده هبتدي احضر الحشوه. اللوز هحطه عشان يتسلق، وبعد ما يتسلق هبرده عشان اقدر اقشره. بتطلع القشره بمنتهى السهوله، بصوا يا دوبك كده على طول وتتسلت على طول في منتهى السهوله خالص. وهاجي دلوقتي كمان بالسكينه وهقسمها بالنص، سهله برضو، هتطلع معاكي في منتهى السهوله، مش هتاخد وقت خالص. بعد كده هسيبهم على جنب كل انصاف اللوز دي. هاجي دلوقتي عندي 3 جزرات هقطعهم مكعبات صغيره. جميل. وبعد كده عندي كمان ايه، عندي شعريه، دي تقريبا حوالي كوبايه الا ربع شعريه، وعندي زبيب الاصفر، دي تقريبا نص كوبايه من الزبيب الاصفر. كزرونه على النار هحط فيها زيت، وهبتدي اول حاجه احمر اللوز. قلب 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 لحد لما يبتدي هيدخل في لون حلو. تمام. هحط ساعتها معاه الزبيب، هقلبهم بقى الاتنين مع بعض عشان اللوز ما يتحرقش، والزبيب اصلا ما ينفعش يتحط لوحده هيتحرق بسرعه، فبحطهم الاتنين مع بعض واقلبهم، وكده اضمن ان هما الاتنين بياخدوا لون حلو وذهبي وجميل. بصوا بقى في الاخر بيبقى لونهم ايه، في منتهى الجمال. طلعناهم في طبق على جنب، ونفس الكزرونه هنحط فيها زيت، وهنبتدي دلوقتي نشوح الجزر. شوح 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 كده، وقلب تقليب كويس حلو كده، يعني عايزينه يتشبع كده بالزيت ويبتدي يبقى سوتيه خفيف. ساعتها هصب عليه ميه سخنه يا دوبك كده تغطيه، وهحط له الملح بتاعه. مش هياخد اكتر من 5 دقايق على النار وهيتسلق ويبقى حلو. هنيجي بس ناخد واحده كده ونعملها بصوابعنا، هتلاقيها استوت وزي الفل. هنيجي دلوقتي نصفيه، وخلوا الميه دي هقول لكم هنعمل بيها ايه. حطوا الجزر على بقيه الحشوه اللي عملناها وسيبوهم على جنب، وبرده في نفس الطاسه حطوا زيت، وهنحط دلوقتي الشعريه وهنبتدي نحمرها تقليب مستمر ونخلي بالنا منها. بس في الوقت ده انا هبتدي انقع الرز. دول حوالي كوبايتين من الرز البسمتي، نقعته في ميه عاديه، خليته على جنب كده جنبي. ادي بصوا الشعريه بقى لونها تحفه ازاي. هنسقيها بنفس الميه اللي سلقنا فيها الجزر عشان ما نرميهوش. حلو. وهنقعد على النار، يعني مش هتاخد اكتر من 4 دقايق هتتشرب الميه. وبصوا استوت وبقت حلوه ازاي. حطوا بقى كل مكونات الحشو اللي انتوا عملتوه، الزبيب واللوز والجزر كله حطوه على الشعريه اللي على النار، بس انا طبعا طفيتها، وقلبوهم بقى مع بعض عشان كل الحشوه تختلط. هنحط ملح، وهنحط فلفل، وهنحط حبهان مطحون، وهحط كمان شويه من القرفه. ادي الحشوه جاهزه وجميله وحلوه، خلوها بقى على جنب. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الفراخ. الفراخ دلوقتي استوت وريحتها بقى تهبل تهبل. هنشيل الفراخ
ونحطها في طبق على جنب. ودلوقتي موعد ان احنا نسوي الرز. هنسوي الرز في نفس الميه دي، بس الميه دي ممكن تبقى كتيره شويه. بعض الناس تقول الله طب انا هعمل ايه في المقدار، طب المقدار ده يكفي ولا لا؟ فانا بقترح عليكي شيلي يعني مقدار تقريبا كوبايه الا ربع من الميه دي. ليه بقى؟ علشان احنا عايزين دلوقتي نحط الرز، وخايفه انت تكون الرز انت مش متاكده انه ده كفايه ومش كفايه، فالميه اللي شلتيها دي على جنب تبقى بالنسبه لك ايه، زي سيف كده. قلبي الرز في الميه اللي اتبقت في الحله، وشوفي هل مغطيه الرز؟ لا دي مش مغطيه الرز، الرز مش متشرب كويس. ساعتها بقى هرجع انا بقى كميه السائل دي على الرز تاني علشان اضمن ان هو كده مغطي. لو لقيته مش مغطي كمان هزود حبه ميه سخنين من الكتل. الفراخ اللي انا طلعتها هحطها في طبق بايركس، وهغطيها بورقه فويل جميل، وهحط لها شويه سائل من اللي كان موجود في الحله اللي نزل منها، وهغطيها بفويل وهدخلها الفرن فرن هادي عشان تفضل سخنه على ما الرز يخلص ويستوي، عشان انا مش عايزاها تبرد. كويس. تعالوا بقى شوفوا الرز استوى، وبصوا فلفلته وحلاوته. بصوا منظر الرزايه، رزايه رزايه تقدروا تميزوهم من بعض، وهو ده جمال البرياني الجميل. اللون، بصوا اللون الحلو وريحته تهبل. فوق الرز هاجي دلوقتي واحط الحشوه. كل الحشوه هحطها من فوق الوش. انا بلاقي الطريقه دي في البرياني اسهل كتير، بتدي منظر فخم للطبق، منظره بيبقى شيك وحلو. وهنرتب بقى دلوقتي كل الفراخ فوق البرياني. بصوا بقى جمال الطبق دي في اي عزومه كده، يا سلام، حاجه كده تشرف بصحيح. مش عارفه بصراحه اتغزل في كمال الطبق البرياني نفسه ولا جمال الطبق اللي انا غارفه فيه. شويه بقدونس اخضر كده بس على الوش عشان يدينا منظر حلو، وادي الاكله جاهزه. ايه رأيكم بقى في التحفة الفنية دي؟ بصوا الجمال والحلاوة والريحة في منتهى الجمال.